عمليات التجميل غيرت شكلها خالص وبقت واحدة تانية. شيماء أم رضا الليثي عملت قلق اليومين اللي فاتوا، وده لما ظهرت في خطوبة صاحبتها وهي بترقص وبتتصور من غير جوزها إسماعيل الليثي. كمان حصل لها في الخطوبة موقف صعب قوي خلاها تفتكر ابنها اللي مات. ايه اللي حصل وايه حقيقة طلاقها من المطرب إسماعيل الليثي؟ خلينا نقول لكم في البداية ان شيماء حققت نجاح كبير وبقى يدخل لها فلوس كتير جدا الفترة اللي فاتت، مش بسبب اللايفات بتاعة التيك توك، لكن بسبب مراكز التجميل اللي فتحتها في أكتر من مكان. ومن يومين ظهرت في خطوبة صاحبتها وإطلالتها عملت قلق وكانت شيك جدا، بس الكتير علق على عمليات التجميل وخصوصا الفيلر اللي غير شكل وشها خالص. بس في الخطوبة حصل لها موقف مؤثر جدا، وده لما جه ولد صغير عشان يتصور معاها. وقتها سرحت للحظات واللي موجودين معاها قالوا انها افتكرت ابنها اللي مات من كام شهر. الغريب ان شيماء ظهرت في الخطوبة من غير جوزها، وطبعا في اشاعات كتير